السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكشري. يلا بينا على طول بقى كده نخش على المكونات ونصلي على رسول الله ونسمي بسم الله كده ونشوف هنعمل ايه النهاردة. أول حاجة كده زي ما انتم شايفين أنا معايا نوعين من المكرونة في الصينية دي، النوع اللي هو الاسباجيتي وكمان النوع اللي هو الخواتم. تمام، نقدر بقى نخليها نوعين تلاتة أربعة على حسب ما احنا عايزين يعني أو الموجودة عندنا. معايا هنا كمان البصله بتاع التقليه، ومعايا كمان في البوله اللي هناك دي البصل اللي هو بتاع الوش بتاع الكشري اللي احنا بنحطها على الوش يعني. تمام، ومعايا في الطبق الصغير ده الثوم، ومعايا هنا شعريه، ومعايا كمان الدقيق بتاع البصل اللي هو في الكوبايه ده اللي هنحطه على وش البصل ده اللي احنا هناخده. طبعا كله نشوفه بالخطوات اللي احنا هنحمره كده ويبقى على وش الكشري. ومعايا هنا طبعا في البوله الحمراء دي الرز بتاعنا النهارده، ومعانا كمان التسبيكه او الصلصه اللي احنا هنعوزها النهارده اللي انا كنت مجمداها طبعا في الفريزر. ومعايا بقى توابل، فلفل اسود، كمون، كزبره جافه، وكمان توابل مشكله. جبنا هنا بقى كده، بدأنا اول حاجه بالبصله بتاعتنا، جبناها كده وحطينا عليها الدقيق وحطينا عليها شويه من الملح، ونبتدي بقى نقلبها ببعض كده عشان لما نقليها طبعا تبقى مقرمشه معانا وجميله زي ما بنجيبها من بره بالظبط، زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنبتدي بقى نروح على النار على طول على البوتاجاز، يكفينا شر النار يا رب واللهم اجرنا من النار. طبعا فهنبتدي هنا بقى على البوتاجاز، حطينا طاسه وحطينا حله، حطينا فيها هنا زيت غزير شويه عشان هنقلي فيه اللي هي البصلايه بتاعه الكشري. تمام، وفي الحله هناك حطينا شويه كمان من الزيت عشان هنعمل التسبيكه بتاعتنا. بدأنا كده اول ما الزيت سخن معانا كويس حطينا البصل اللي هو بنقليه ده قدامنا. تمام، وفي الحله التانية برضه اول ما الحله سخنت مع الزيت اللي احنا حاطينه حطينا على طول البصله بتاعه التقليه. هنبتدي بقى نحمر البصل ده كده لحد ما يدينا اللون الذهبي الجميل ويقرمش كده معانا. وبعد كده على طول طبعا هنطلعه على المناديل، ولازم يبقى فيه مناديل مطبخ عشان نطلع البصل عليها عشان اي كمية دهون او زيوت زيادة تنزل معانا في المنديل. زي ما هنشوف دلوقتي كده اهو، انا جبت الطبق بتاعنا وحطينا عليه المناديل، وعلى طول كده هنطلع من الطاسة للطبق. حطينا كمان كمية هنا اهو. طبعا انا كنت باخد شويه من الزيت هنا، بنحط على الحله هنا شويه زيت كمان عشان كنا عايزين شويه يعني. وبدات البصلايه تاخد لون معايا هناك، على طول بنحط عليها الثوم اول ما تاخد اللون. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، الكزبره الناشفه والكمون والتوابل المشكله وكمان الفلفل الاسود. هنبتدي هنا كمان برضو نطلع شويه الباقيين اللي هم البصل اللي احنا بنحمره بين المره والمره كده، بغير المناديل طبعا عشان ايه ما يبقاش فيه في البصل اي زيت طالع زياده معايا، عشان البصله بتاعتنا تفضل مقرمشه ومحتفظه بالقرمشه بتاعتها لغايه ما نخلص كل الكشري الموجوده عندنا. هنا بقى اول ما البصله بتاعت التقليه خدت لون مع الثوم كده مع التوابل، نزلنا على طول بالصلصه بتاعتنا. جينا بقى في الحله التانية هنا بعد ما خلصنا طبعا البصل اللي قليناه ده، خدنا منه من الزيت بتاعه شويه حطيناه اللي هنعمل بيه الرز بالشعريه. يعني البصل اللي بنقليه اول حاجه ده بعد كده بناخد منه بقى بنعمل الرز، بنعمل منه التقليه، بنعمل منه كل حاجه. بعد كده عايزين نعملها اللي هي مثلا الشطه اللي هنعملها كمان شويه تشوفوها معايا. تمام، او اللي هي اللهم صل على النبي، اللي هي اللي اسمها ايه الدقه بتاعته. تمام، فهنا طبعا بنعمل بالزيت الباقي ده كل حاجه. نزلنا بقى كده بشويه من الكمون على الرز كده عشان يدينا طعم حلو قوي معاه، وهنقلب وكمان شويه من الملح. ودلوقتي على طول هننزل عليه بالميه، وهنا طبعا مش بنكتر ميه، يا دوبك بس الميه تبقى مغطيه الرز بحاجه بسيطه عشان ما يطلعش معانا معجن. ودي شكل التسبيكه بتاعتنا طبعا بعد ما خدت كده مع بعضها واتسبكت كويس. ده شكلها ما شاء الله، بصوا تقلت وبقت حلوه قوي. دلوقتي بقى هعطيناها شويه كده من الملح، الملح طبعا المطلوب حسب الرغبه. وكده تمام التسبيكه بتاعتنا. هنا بقى جينا لايه، جينا للعدس ابو جبه اللي احنا هنسلقه. حطينا ميه على النار وطبعا حطينا فيها العدس بعد ما غسلناه، وهنسيبه بقى يتسلق مع نفسه. هنا طبعا الرز كان استوى، وهنا برضو العدس كنا خلصناه وصفيت الميه بتاعته. وتمام كده باقي ايه معانا دلوقتي، هنسلق المكرونه.
حطينا ملح كده على ميه مغليه، انتوا شايفين طبعا حاطه ميه على النار بتغلي، حطيت عليها شويه من الملح وعلى طول نزلنا بالمكرونه بتاعتنا. وهنا طبعا قلنا ننفع نعمل نوعين، ننفع نعمل 3 4 انواع من المكرونه الموجود. دلوقتي بقى هنعمل الدقه بتاعتنا. جبنا نفس التوابل اللي حطيناها للكشري هنحطها كمان في الدقه والشطه اللي هنعملها. هنا طبعا بنوريكم المكرونه بعد ما صفيناها اهو. وهنيجي بقى على النار هنجيب شويه من الزيت اللي عملنا بيهم البصل برضو، وهنسيبهم يسخنوا كويس كده، وهننزل على طول بالشطه بتاعتنا زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو بالشكل ده. وهنقلب بقى الشطه دي كده شويه في الزيت لحد ما تحمص معانا شويه، وعلى طول هننزل عليها بكبشه من التسبيكه اللي احنا سبكناها، يا اما معلقتين صلصه اللي احنا بنشتريهم جاهزين من بره دول، اللي هي الصلصه الجاهزه يعني. نقدر ناخد شويه من التسبيكه او نقدر ناخد معلقتين من الصلصه الجاهزه اللي احنا بنجيبها من بره. هنا كده على طول كده هنقلبها بقى. وطبعا انا معايا مكعبات من الطماطم مقطعاها، بتدي طعم حلو قوي للكشري بتاعنا وبتبقى حلوه كده. نقدر نعملها، ونقدر لو مش حابين يبقى بلاش، كفايه الشطه بس وحدها. بس هي يعني التاتش ده بيبقى حلو قوي في الشطه. تمام. بتبقوا حابينها كده وانتوا بتاكلوها، بتدي معاكم بقى ايه يعني ريتش عالي كده للكشري. تمام. جينا هنا بقى للدقه بتاعتنا، هناخد كده شويه من الزيت، وبعد كده هننزل بالثوم بتاعنا، وهنقلبها تقلبتين بس كده، ايه مش عايزينها تاخد لون، احنا عايزين بس ايه نشم ريحه الثوم معانا كده. وعلى طول هننزل بالخل بتاعنا زي ما انتم شايفين بقى. خدنا كده التوابل، كمون، فلفل اسود، كزبره، توابل مشكله، وهنقلب كل ده كده مع بعضه، وعلى طول هننزل بالخل. ما شاء الله. بصوا بقى بنطفيها بالخل كده، وبعدين بناخد بقى شويه ميه بنكمل كده حوالي ايه مع الكميه بتاع الخل دي. انا نزلت هنا بحوالي نص كوبايه من الخل، هاخد كمان عليها حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه من الميه اللي هي كوبايه الشاي. تمام. وشويه كمان هنا من الملح كده اهو. وكده خلصنا الكشري بتاعنا زي ما انتم شايفين. هنا الرز ودي المكرونه، وهنغرف دلوقتي زي ما هتشوفوا معانا. اول حاجه كده بنغرفها طبعا بتبقى المكرونه بالشكل ده. وبعدين على طول هناخد شويه من الرز عليها، وشويه من العدس اللي احنا سلقناه، العدس ابو جبه ده. كده خدنا شويه من العدس، وكمان شويه من الصلصه. هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ خدنا بقى شويه من البصل الجميل ده اللي بيحللنا طبق الكشري اللي من غيره ما نعرفش ناكله. وادي الدقه المميزه بتاعتنا، وكمان شويه بقى من الشطه الجباره اللي هي ما بصوا يعني يا جماعه من غير الحاجات دي والله ما بيبقاش له برضو طعم، يعني لازم الحاجات بتاعته دي تبقى موجوده جنبه عشان نعرف ناكله. الدقه مع الشطه مع الحاجات الجميله دي. بصوا ما شاء الله الشطه هنا عامله ازاي، تحفه يا جماعه. طبعا لو اتبقت حاجه من الشطه دي احنا مش بنرميها، بنشيلها في الفريزر بقى لاي طبيخ تاني، او اي مثلا بنعمل محشي، بنعمل ممبار، بنعمل اي حاجه زي كده بنحطها معاها. ما شاء الله. بص بقى طبق الكشري ما تقوليش بقى بره خالص، ولا نشتريه من بره. ليه نشتريه من بره؟ ما نعمله ببيتنا بنظافه وبحاجه كده يعني ضامنينها يعني لاولادنا في البيت، احسن من بره بكتير. الوقت مبيبقاش في حاجه اصلا بره ليها بركه ولا ليها طعم. اللي وصل معانا بقى لحد كده يحط لنا اللايك يا جماعه، وشير بقى لكل حبايبنا عشان الفيديو ينتشر وكلنا نستفيد باذن الله. لايك بقى زي ما بقول لكم كده، واشوف وشكم على خير، واسيبكم في رعايه الله. احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه.